السلام عليكم. اليوم غنقدم لكم هذه المقبله كتجي رائعه في التقديم وسهله في التحضير ديالها. ما كتحتاج بزاف المقادير. هنا انا احتاجيت العجين المورق اللي خديته جاهز من قبل كما كتلاحظوا، يعني ماشي غير عجينه وحده. وخديت لادان تقدروا تعوضوه بالكفته ولا بالدجاج. انا قطعتها بهذا الشكل اللي هو مربع. والبطاطس ايضا خديت 250 غرام اللي قطعتهم بهذا الشكل. وهنا عندنا بواغو، وهنا خديت شويه ديال المعدنوس مقطع. هنا معدنوس وزيت العود غادي نحتاجو من البطاطا، وشويه الثومه غادي نحتاجها حتى هي مع بطاطا غادي نديرها هي زيت العود والربيع. وهنا زيت المائده غادي نحتاجو هو الملح والبزر باش ندير به البواغو وندير به الاداند. هنا اول حاجه غادي نبدا بها انا غادي ناخذ زيت المائده هو الاول، وغادي ندير فيه لاداند يطيب باش هذيك لاصوص اللي تبقى ليا هي اللي غنطيب فيها البواغو من بعد. انا غادي نخليه على النار مهيله وغادي نضيف ليه القليل من الملح. ما نديرش الملح بزاف حيت هو ديجا ملي غسلته راني غسلته بالملحه والخل. الخل الابيض كندير ليه بحال ملي كنغسل الدجاج، نفس الطريقه ملي كنغسلو الدجاج كنغسلو بها لاداند. كنزيد فلفل اسود وكنخليه على نار مهيله حتى كيطلق ليا هذاك الماء ديالو مزيان. وما نطيبوش بزاف حيت كيعصى. يعني هاد المقبله نقدروا نرافقوها مع الشوربه، يعني اي شوربه من اي نوع. هي كفكره زعما العشاء تجي فكره رائعه. هي العشاء تقريبا كتجي مزيانه، راه فيها يعني خضر متنوعه. تقدروا تضيفوا فيها الفلفلات، تقدروا تضيفوا البصلات، تقدروا تضيفوا اي نوع من الخضر اللي عندكم. انا بعد ما دارت لي هاد الماء غادي نصفيه وغادي نطيب فيه البواغ. من بعد ما صفيته انا خديت هذاك الباروم اللي قطعته بهذا الشكل وغادي نضيفوا لهذاك لاصوص اللي بقات ليا في المقله باش نخليها طيب فيه باش يجي شويه منكه بديك النسمه ديال لاداند اللي حيت بحال بقات العصاره ديال هذيك لاداند بقات ليا في المقله. غنضيف ليه القليل من الفلفل الاسود ماشي بزاف وشويه الملحه حيت ديجا راه داك لاصوص اللي بقى ديجا راه فيه الملحه، هو منسم قبل بالملحه. هو كيجي بنين بهاد لاصوص حسن من لا طاب بوحدو. صافي كنخليوه بحال هكا حتى كيدبال وكيطيح شنينه شويه لتحت. هنا من بعد ما دبال ليا تقريبا راه طاب، ما كياخذش الوقت هو بزاف. غادي نشدو حتى هو نصفيه ونخليه على جنب كما كتلاحظوا. غادي ندوز نصفي وغادي ناخذ بطاطا حتى هي كما قطعت قبيله قدامكم. راني سلقتها نص سلقه، ما سلقتهاش كامله حتى طابت غير نص سلقه في الماء والملحه. غادي نضيف ليها زيت الزيتون وضفت ليها ديك الثومه محكوكه وضفت ليها معدنوس مقطع والقليل من الملح غير باش نديرها يعني شويه نديها ونجيبها في المقله مع ديك زيت العود والثومه والملحه والربيع حتى تنسم ليا مع معدنوس والثومه. صافي ونحيدها. يعني ما تاخذش الوقت بزاف حيت راه ديجا طيبتها نص طيبه، ماشي حتى طابت كامله، غير باش تبقى محافظه على الشكل. وهنا انا خديت العجين المورق على هذا الشكل. هو راه متوفر في شكل حجم يعني في شكل دائري ومتوفر حتى في شكل مستطيل. انا استعنت بهذا الليمون باش ندير الشكل اللي عندي. اللي ما عندوش يقدر ياخذ غير كيسان اللي يقدروا ندخلوا بهم الفور. وغادي نقطعهم مربعات بهذا الشكل ونحطهم. ولما تبتتش ليا العجينه نخلي العجين مورق حتى يسخن شويه. انا يلاه جبدته من الثلاجه باش يجيني ساهل باش نهزو، ولكن تقدروا تحطوه بهذه الطريقه فوق المول ولا فوق الكاس وتخليوه ما تضغطوش عليه حتى يسخن شويه باش يلصق لكم، حيت هو ملي كيسخن كيعطي الطوع. انا درتهم هنا. وتقدروا تاخذوا كيسان بحال هادو ديال الياغورت اللي كناخذوا، هادو راه كيدخلوا الفران. انا غلطت هنا ما درتش فيهم الورق يعني بابي سولفيريزي باش ندخلو الفرن، لذلك من بعد مابقاش بغى يحيد ليا من الكاس. من الاحسن ديروه في الورق وتدخلوه الفران حتى يطيب. وضروري ضروري تقبوا بفرشيطه باش ما يتنفخش لينا. هذا هو الشكل ديالهم ملي طاب. انا هنا استعنت بهذا الخليط، خديت الفرماج منسم بالثومه ومعدنوس ودرتو شويه، درت معاه شويه الحليب باش يخفف ليا يعني ما يبقاش معاقد. ودرتو من التحت. اللي بغى يدير هاد الطريقه يديرها، اللي ما بغاش يعني تقدروا ديروا اي صلصه بيضاء عندكم في الدار موجوده
وكندير طبقات بهذا الشكل. لكم الاختيار، تسبقوا بطاطا هي الاولى ولا برو هذا البوارو هو الاول اللي بغيتو. تقدروا تعوضوا كما قلت بالكفته، تقدروا تعوضوها بالحوت ولا بالدجاج، كتجي حتى رائعه. صافي غنستمر بهذه الطريقه حتى نكملهم كاملين. وغادي نكمل بهذه الطريقه حتى نسالي كاع هادو اللي عندي. وكنتمنى هذا الفيديو ديالي يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا باش تكون مشاهده ويكون استفاده من الجميع، يعني تستافدوا نتوما ونستافد حتى انا، لان المشاهده راه هي اللي محتاجين باش نقدروا نعطيو المزيد والمزيد ان شاء الله. ما تنساوش تبارطاجيو مع عائلتكم ومع احبابكم. ونتمنى الناس اللي مازال ما اشتركوش في القناه يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم اي جديد حطيت. ديروا لايك وخلوا لي شي تعليق الا كان عندكم شي سؤال ولا كان عندكم شي اقتراح، مرحبا، ما كاين حتى شي مشكل. وهذا هو الشكل النهائي ديال المقبله ديالي، كتجي خفيفه ورائعه. نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.